لأنك كنت شقيا ومشاغبا. كنت فنانا لم يعطف علي سوى مدرس الرسم، مع ذلك فقد انتقمت لنفسي، ففي نهاية العام قذفت المدرسة بالحجارة، حطمت الزجاج وأصبت بعض المدرسين. نعم، وفي اليوم التالي حضر إلى منزلنا الناظر والعمدة وبعض المدرسين مطالبين بالقصاص. حينئذ أوثقوني في ساقيتنا وانهال الصوت على جسدي الصغير، ومن حول الجميع ينظرون لحبيبي. من؟ أبوك؟ نعم، كان هو الجلاد، ومع ذلك لم أصرخ. وأمك؟ أمي كانت قد ماتت. لم يكن هناك سوى زوجة أبي، هي التي حرضته وشجعته على طريقة التعذيب هذه. ألم ينقذك أحد؟ عندما لم نصرخ ظن الجميع أن بي مس من الشيطان، فهربوا جميعا من المكان وهم يستعيذون بالله، واعتقد أبي نفس الاعتقاد، فأحضر شيخ الجامع وأخذ يقرأ على رأسي بعض الآيات. لكن استراحت نفسي، ثم أحسست بآلام جسدي الملتهب، ولم يكن هناك بد من الصراخ. وكبر الشيخ معتقدا أنه صراخ الشيطان. ثم استغرقني النوم، وظن الجميع أن الشيطان قد خرج من جسدي. لو كانوا يعلمون لعرفوا أنك أنت الشيطان. وقد كان هذا نفس اعتقاد زوجة أبي. هل كانت امرأة شريرة؟ كانت مثلك تماما. لماذا؟ أتراني شريرة حقا؟ ترتعدين مني على الأقل. وهل كانت تخاف؟ كانت تصرخ من رؤيتي، كانت تريد أن تروضني. ومع أنني لم أؤذها، إلا أن أساليبها لترويضي لم تفلح. ومع ذلك كنت تتنصت. لماذا تظنين ذلك؟ كنت قد أصبحت شابا يافعا. ماذا يعني؟ لا يعني شيئا، أنا لم أكن أقصد، أنا كنت. لماذا تفعلين؟ أنا لم أكن. هيا حاولي أن تروضيني، فربما تفلحين في النفس التي يفيني من قبل. هيا يا وحش الرعدين. لماذا تفعل ذلك؟ أنا لم أفعل شيئا قط، كل ما هنالك لأنها كانت تشعر حيالي بالأداء. لأنك كنت ترعبها. كما أرعبك. لماذا كنت تترصدها؟ إنها هي التي ترصدتني. ولكنها بريئة. لا، إنها تحاول أن تبدو كذلك. ولما لم تصدق؟ على أي حال لم يكن يبدي هذا فيما حدث. ماذا حدث؟ مسكينة، لم أملك شيئا لأمنع ما حدث. على أي حال كانت النهاية المنتظرة. أي نهاية؟ ماذا تخافين؟ هيا قولي لي أحبك، قالتها برعب لذيذ. أود أن أسمع منك يا حبيبتي. هيا لا تبطل متوحشة. هيا. أكره. لقد قالت لي ذلك أيضا. يا له من شيء عجيب. أنت تكذب. لما تقارني بهذا إيماننا؟ لا يا سيدتي، إنه مجرد توارد خواطر، فأنا في هذه الأيام تطاردني أفكار عابثة، فالأمر لا يبدو ولا يحدث كوابيس سبيل اتهم ظلما. لا بأس، اليوم سينتهي كل شيء. انظري، لقد انتهيت من مشروعي. هيئة المحكمة بالكاملها على استعجال لمباشرة القضية. إنها فرصتي الوحيدة، فرصتي الباقية لكي أدافع عن نفسي ضد التهمة الظالمة. تعالى كي أعرفك على هيئة المحكمة. لا تخافي. لا أشاهد ذلك العبث. عبث؟ مجهود عام كامل تدعين أنه عبث؟ ما الذي تريدون؟ ستفهمين كل شيء، لا تتعجلي. والآن أقدم لك قاضي المحكمة المبجل، إنه يشبهه تماما. كان ذا هيئة مهيبة. طوال الوقت كنت أنظر إليه من وراء قفص الاتهام. كانت هناك ذبابة تريد أن تقف على أنفه الكبير، كلما طردها عادت إليه ثانية، كلما يطردها عادت إليه ثانية. كان موقفا حصيفا. أحسست بالإشفاق عليه، وأقسم لك إنه لو كان يملك الحكم على الذباب لحكم على هذه الذبابة بالأشغال الشاقة المؤبدة.
في انه قد اصدر حكمه ب10 سنوات اشغالا شاقه، فقد قطعت عليه تفكيره في نقاط القضيه، حتى ان ممثل النيابه ذلك الرجل الخبيث ظلم الا يبدو الخوف في عينيه. ذلك الرجل استطاع ان يستغل انشغال القاضي بتلك الذبابه في ان اوحى اليه بطريقه مذهله ان يجمع بين سخطه على الذبابه وعلى المتهم في آن واحد ويصدر هذا الحكم. أرجوك كف عن هذا العبث. ماذا بك يا عزيزتي؟ ألا تترفقين بمسكين مثلي قضى شبابه في السجن بلا جرم؟ ألا تريدينه أن يدافع عن نفسه حتى ولو أمام أصنام؟ لا تكوني قاسية إلى هذا الحد. ما الذي تريده مني بعد أن انتهى كل شيء؟ لا شيء، لا شيء، فقط كل ما هنالك وأننا سوف نستأنف المحاكمة هنا. ماذا؟ محاكمة سرية بعيدا عن الناس. ما رأيك؟ أعتقد أنك لا تبالي. والآن أقدم لك محامين العزيز. لقد صنعته متأنقا كما كان دائما، خصوصا أمام زوجة المتهم الجميلة. أعترف لك يا حبيبتي أنك كنت أجمل زوجة متهم بجريمة قتل. أعتقد أن الذين حضروا القضية لم يأتوا إلا ليشاهدوا زوجة المتهم الجميلة. أليس كذلك يا حبيبتي؟ أليس كذلك؟ ما الذي يرغبك على أن تعيش؟ ما الذي يرغبك؟ هل تحبينني إلى هذا الحد؟ تكلمي. ماذا تريد مني؟ تكلمي. ماذا تريد أن أقول؟ أنا أعبدك. لماذا لا تطلب الطلاق وأنا في السجن؟ هذه تهمة. أنا لا أتهمك بل أسألك. لماذا؟ أريد أن أعرف. لأني أردت ذلك. أتترك هذه الإجابة. كلا، بل كنت مرغمة. لماذا تعطل الأمور؟ لماذا لا تأخذ الأمور ببساطة وبراءة؟ بساطة؟ نعم. زوجة وفية مغلقة انتظرت خروج زوجها باشتياق وأنا. ولكن للأسف إذا بي تجده مدخل مجنون يجري وراء خيالات المجنون. نعم خيالات. لماذا تتوهم أنك مظلوم وتتنكر من مسؤولياتك؟ وهل كان لي يد فيما حدث؟ ليس هذا من شأنك. شأن من إذا؟ شأن من؟ لقد حدثت جريمة هنا منذ 11 عاما، جريمة لا أعرف عنها شيئا، ولكنها حدثت في هذا المكان، ولما كنا نحن الاثنين اللذين يسكنان هنا فكان لابد أن نتحمل كلانا المسؤولية. قلت لك لم يكن لي يد فيما حدث. تعتقدين أنني القاتل؟ هناك قاتل ما. ليس أنا. من يكون؟ واحد من هذا العالم القذر، وما دام هذا الواحد غير معروف فيجب أن نفرض أن العالم هو القاتل. لكن العدالة أين عدالة؟ لا توجد عدالة. هل تسمعون حضرات القضاة والمستشارين؟ لا توجد عدالة. كيف توجد عدالة؟ هناك إنسان متهم ظلما. كيف؟ لما لم تدافع عن نفسك؟ لقد طلب منك الكلام لكنك رفضت الصمت. ماذا كان بوسعي أن أقول؟ أن أركع بين يدي القاضي وأقسم أنني بريء؟ يا للمهزلة. يكون الإنسان بريئا فلا يملك دليل امرأته. كان من الممكن أن يخفف الحكم لو أنك كنت قد تكلمت وقتها. صدقني كان الأمر نتيجة واحدة هي العقاب. لقد عوقبت بدون وجه حق، عوقبت بلا جريمة. يجب أن تفهمي ذلك جيدا. عقابي كان من أجل جريمة لم أرتكبها. كيف يكون ذلك إذا كان الأمر معكوسا؟ عقاب سابق للجريمة وجريمة تتبع العقاب. نعم، يجب أن نفهم الأمر على هذا المنطق حتى يصير العالم صوابا، على الأقل حتى يبرر ما حدث لزوجة أبي فيما بعد. ماذا حدث لها؟ أحرقت نفسها. لا كنت أشتغل. كيف؟ تقبل نفسك. لما انتقم كلا أنا تدري أن عقوبة 10 سنوات هذه هي كفارة عن تلك الجريمة. لا يا سيدتي، لا، إنها جريمة التعذيب في الساقية. أما جريمة
جريمة ال10 سنوات